السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تكونوا بخير بصحه جيده ان شاء الله. راكم معايا في القناه طبخ سميره. اليوم البنات جبت لكم واحد البغيوش اللي كيحمق ساهل جدا، كيوجد بسرعه بدون دلك، كيجي غزال البنات، كيجي خفيف مقطن بحجم عائلي، كيجي اكثر من رائع البنات. كيجي بحال الريشه، كيجي حسن من الكيك، كيجي حسن من الشنيك. رائع البنات، ما تشبعوش منه، كيجي الف مره محسن ديال المخابز. الشكل ديالو غزال حتى المذاق. بقاو معايا وشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. نتمنى تشجعوني باللايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء اللي حابب يشعل الفائده. كنشكركم بزاف، جزاكم الله عنا كل خير وفرجه ممتعه. بسم الله، نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير هاد البغيوش، عندي كاس ونصف ديال الحليب اللي كيكون دافي ما يعادل 300 ملل، نصف كاس ديال السكر ما يعادل 80 غرام. تقدروا تزيدوا او كتنقصوا، الا بغيتوا تاكلوه يعني مع الجبن مالح او شي حاجه كتنقصوا السكر. الا كتعجبكم الحلاوه اكثر تقدر تضيفوا اكثر من نصف كاس. درت زوج بيضات، يعني درت بيضه كامله وبياض بيضه، واحد الصفار خليته للتزيين. عندي زوج معالق كبار ديال الياغورت طبيعي او الزبادي بدون سكر. تقدر ديروا حتى يعني الياغورت بنكهه الفاني، تقدر تستغنوا عليه، ماشي ضروري ديروا الا ما توفرش عندكم الياغورت، تقدر تستغنوا عليه غير هو باش كيعطينا مذاق زوين اكثر وكيعطينا يعني البغيوش كيبقى رطب لمده طويله. عندي ملعقه عامره مزيان ديال الزبده وحاره المطبخ ما يعادل واحد 60 غرام. الا كانت حيواني كيكون افضل، كيعطينا واحد المذاق زوين. عندي ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه وخميره ديال الخبز، ساشي ديال الفاني، عندي قليل من الملح، واحد ربع ملعقه. عندي الدقيق او الطحين او الفارينه اللي منخول على حساب الخليط. غنمشيو للطريقه اللي سهله جدا. كنجيب واحد الاناء كندير فيه هذا الحليب كيكون دافي، كنضيف السكر، خميره فوريه، غنضيف الفاني، غادي نخلط القليل باش كتذوب معنا ديك الخميره. غادي نضيف هاد الياغورت، البيض، وغادي نخلط هاد العناصر حتى كينسجموا مزيان. الزبده كنخليوها حتى الاخير. دابا بقى نضيف الدقيق وكنخلط. غادي نضيف هاد الملح. طريقه سهله جدا، كنتحصلوا على واحد البغيوش اللي كيجي رائع للكوتي او الفطور، كيجي غزال البنات. مفيش الخدمه كما كتشوفوا بدون دلك ولا عجن. بالنسبه للبنات اللي كيعجب لهم هكا البغيوش مع في الفطور مع الصباح، كتعجنوه في الليل وكتخليوه واخا اختمر، يعني ما كديروش بزاف، كتنقصوا في الخميره شويه د الخميره د الخبز. مثلا كديروا غير نصف ملعقه صافي، كتغطيوه وكتخليوه حتى الصباح غير يعني غير كتشكلوه تخليه يختمر مره ثانيه صافي، وكطيبوه ما كياخذ معكمش وقت طويل. راه ما يوقع له والو الا بات كامله يختمر، بالعكس كيجي عاد احسن. كندير هكا الدقيق شويه بشويه اللي عندي المنخول، وكنخلط هكا فويه حتى كتقسح العجينه. عاد كنبدا نخدم بيدي. ملي كيتصبح هكا صافي، دابا غادي نستعمل ايدي. نجمع هكا بيدي حتى كنحصل على القوام اللي بغيت، اللي كيكون شويه خفيف، كيتلصق شويه في يدي باش كيجينا بغيوش خفيف وزوين. صافي ملي جمعت العجينه خصها تكون هكذا. يلا انا غير جمعت راه عاد فيها الدقيق. دابا غنضيف هاد الزبده
صافي غنحاول ندخلها هكا في العجينه. غادي نخدم العجين حتى كتنسجم ليا ديك الزبده مع العجين، كندخل فيها هكذا كترجع لينه. صافي ملي دخلت فيه الزبده كترجع العجينه كترجع رطبه وكتجي زوينه بزاف. في الاول ملي بالنسبه للمبتدئات ملي كديروا داك الزبده كتبان لكم العجينه راه كتقطع، راه ما عليها والو، غير كتستمروا حتى كتدخلوا هذيك الزبده. صافي كتحصلوا على هذا القوام. صافي غير كتدخل هذيك الزبده كترجع هكا رطبه. صافي كتحبسوا عليها كتغطيوها، ما كندير يعني ما كنعجنوها ما كندلكوها لا والو كما عودتكم. صافي غادي نغطيها بلاستيك ونخليها حتى تختمر ويضعف الحجم ديالها. بالنسبه للكميه الدقيق انا خدت لي 630 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 6 كؤوس وربع ديال الدقيق، ثم على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. اول العجين ملي يختمر ضعف الحجم ديالو ضروري يختمر هكذا باش كيجي لنا بغيوش زوين. غادي نحيد له هذا البلاستيك، غادي نرش سطح العمل بالدقيق باش نحط عليه العجين. صافي كنجمع هكا العجينه كنخرج منها داك الهواء اللي كيكون فيها. ضروري نستعنوا بالدقيق لان العجينه كتكون رطبه كتكون شويه كتلصق. صافي غادي نقطع هكا كويرات. صافي كنهز هكا هاد العجين اللي قطعت هكذا كنشكلهم هكا كويرات. وكنحطهم هكذا على سطح العمل اللي كيكون مرشوش بالدقيق باش ما كيلصقوناش. العجينه ساهله ورطبه كلها فقاعات باش تعرفوا العجينه راه ناجحه كما كتشوفوا واخا ما دلكناهاش. صافي ملي شكلت العجين كويرات كنجيب هكا اللي درت في الاول كنبدا نبسطهم هكا غير بيدي. تقدروا تخليوه هكذا، تقدر تعمروه باي حاجه بغيتوها، بالشوكولا ديال الدهن بالجبن اللي بغيتو. الا بغيتو ديروا الجبن كتنقصوا السكر، الا بغيتو يجي لكم مالحين. الا بغيتو مره اخرى نديرها لكم مالحين خليوها لي في التعاليق. انا غندير غير هاد الشوكولا ديال الحبابات، كندير هكا شويه ديال الشوكولا وكنجمع هكا الكويره كنرجع نجمعها وكنخليهم هكا على جنب. كما قلت لكم ديروا اي حاجه بغيتوها. كندير هكا شكاط وكنضغط عليها باش كيدخل لداخل. انا بغيت داك الشكل تبان لي في الوجه من الفوق. الا بغيتو يعني تبان لكم في الوجه تقدروا يعني ملي كتخرجوا الهواء من العجين كديروا تزيدوا تضيفوا له هاد الحبوبه ديال الشوكولا وكتدخلوها في العجينه صافي وكتشكلوها. بالنسبه للكويرات انا درت 14 قطعه ديال الكويرات. ملي درت كلشي شكلات في الكويرات دابا كنجيب المول ديال الكيك اللي دهنته هكذا، درت فيه ورق ديال الزبده ودهنته هكا مع الجناب بالزبده. غادي نخليه على جنب. دابا غادي نبدا ديك الكويرات اللي درت في الاول كنبسطهم هكذا بهذه الطريقه. اما كديروهم غير هكذا او كدهنوهم بالزيت او انا ندهنهم بالزبده اللي دوبتها، زبده حيوانيه كتعطينا واحد المذاق كيجي رائع البنات وكيجي البغيوش زوين. كما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار، ديروهم هكذا يعني ما ديروا حتى شي حاجه، دهنوهم بالزيت او كدهنوهم بالزبده اللي متوفر عندكم. انا غندهنهم هكا غير بشويه ديال الزبده ماشي بزاف.
صافي كنحطهم هكا في المول بهذه الطريقه. غادي نبسط وحده اخرى وغادي ندير نفس الطريقه. غندهنها بشويه ديال الزبده، ما تكثروش بزاف غير باش كيعطينا واحد المذاق كيجي زوين بزاف. كنحطوها نصف ديال هكا من الفوق وغندير واحده اخرى وكنستمر هكا حتى غادي نكمل كلشي الكويرات بطريقه سهله وسريعه. كنتحصلوا على واحد البغيوش اللي كيجي يعني واحد المذاق اللي نقول لكم باش اكثر من رائع بهذه الطريقه. صافي غادي نستمر هكذا حتى غادي نكمل كلشي الكويرات. صافي ملي كملت كلشي الكويرات استفتهم هكذا. دابا غادي نغطيه ونخليه حتى يختمر. اول بريوش ملي يختمر يضاعف هكا الحجم ديالو، كنجيب هذاك الصفر ديال البيض اللي احتفظت به، ضفت عليه واحد القليل من الحليب، غادي نحركو هكا مزيان وغادي ندهن به البغيوش. كنديرو هكا غير بشويه باش ما كنهودولوش هذاك الاختمار اللي فيه، باش كيجي الشكل ديالو زوين. الفران درتو يسخن، سخنته على 250 درجه. ملي غادي ندخل غادي نقص عليه صافي. ملي دهنتو هكا مزيان كامل تقدر تخليوه هكذا. تقدر تزينوا باي حاجه بغيتوها، بالجنجلان، السمسم اللي بغيتو نتوما اللي كيعجب لكم. انا غندير اللوز ايفيلي، كيبقى لكم الاختيار، كتزينوا باي حاجه متوفره عندكم او كتفضلوها. حتى بالزنجلان كيجي زوين. وحده غندير لها هكا اللوز ايفيلي، وحده غادي نخليها هكذاك. صافي ملي كملتوها هكذا غندخلوا الفران كما قلت لكم اللي سخون على 250 درجه من تحت والفوق. غادي نقصلو على 200 درجه او 180 درجه. غادي نخليه حتى يطيب ويتحمر ونرجع معكم. اول بنات البغيوش ديالي ملي طاب وتحمر كيجي اكثر من رائع. البنات ملي خرجته من الفران خليته في المول، غطيته هكا بواحد الفوطه، كنخليه واحد المده ديال 5 دقائق باش كيرجع ديك السخونيه باش كيبقى رطب. ملي حيته درت على شي شبكه نخليه كيبرد، دهنته هكا بالمربى باش كتعطينا هذاك اللمعان. شوفوا البنات كيجي الشكل ديالو كيحمق البنات، وكيجي خفيف كما كتشوفوا هكا، كيجي يعني كبير بحجم عائلي، ولكن ملي كتهزوه كتحطوه في الطبق راه خفيف كيجي مقطن البنات، غزال ما تشبعوش منه. غادي نحل لكم شوفوا كيجي من الداخل روعه البنات. شوفوا البنات كيجي اكثر من رائع، نقول لكمش البنات كيجي مقطن. شوفوا البنات كيجي اكثر من رائع، يعني كلمه مقطن قليل في حقه. نتمنى كيبان لكم البنات. شوفوا كيجي رائع. واحد الحاجه اللي سمو نقول لكم غزال البنات، هكا الفطور او الكوتي الاطفال المدرسه، غزال البنات. شوفوا لي كيجي رائع، كيجي كيحمق البنات كما شفتوا مقطن، وكيجي اكثر من رائع البنات. ما تشبعوش منه، كيحمق عليه الصغير والكبار، حتى كالضيوف كيحمر الوجه. نتمنى تجربوه ويعجب لكم، انا متاكده غادي يعجبكم. نتمنى تشجعوني بلي لايك والتعاليق ديالكم اللي كتشجعني. نخليكم حتى الفيديو اخر وصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.